السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بجد كلكم من الفيديو اللي فات. معلش بقى طولت عليكم شويه. عم جيت لكم، تعالوا بقى نشوف النهارده عملنا العزومه الجميله دي ازاي، ونرتب الافكار الجميله دي مع بعض، ونشوف بدأنا بايه الاول. ويعني بدأنا بايه من قبلها بيوم بالليل، وبعدين تاني يوم عملنا ايه، عشان ما نبقاش ضاغطين نفسنا ولا متوترين ولا حاجه. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب يكونوا دايما كلكم بخير وصحة وسعادة. ودي طريقة يعني الطريقة كده قدمناها على السفرة، طريقة البطة والكفتة كده واللحمة قدمناها مع بعض على السفرة زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ بقى ان شاء الله بالحاجة اللي هنبدأ بها. حلوة برضو كده، تحط البطاية كده في النص وترص حواليها الكفتة بقى واللحم. بالليل بقى اول حاجة بدأنا بتعصيج اللحم. صينية كده على البوتاجاز، نزلنا فيها بمعلقتين كبار سمنة او زبدة، ومعلقتين برضو زيت. وهننزل بقى باللحمة المفرومة اللي معانا عشان نعصجها. دايما كده اول حاجة تبدأي بها تعصيج اللحمة. لما تعصج اللحمة من قبلها بيوم هتريحك برضو كتير، وهتنجز معاكي وقت يعني. الكمية اللي انا حطاها كبيرة شوية، عشان برضو انا كنت عاملة يعتبر كيلو لحمة مفروم، عشان هعمل بهم حاجتين معاكم الوقت في الفيديو ان شاء الله. ننزل باللحمة كده وتقلبيها كده لما تغير اللون. تكوني مجهزة بقى بصلتين 3 كده كبار مبشورين بشر ناعم بميتهم كده. اللحمة غيرت لون، نزلنا بقى بالبصل. لو نص كيلو لحمة بس هتعملوا له بصلتين. امال ده عشان كانت الكمية معايا كبيرة، فعاملة 3 أو 4 بصلات كبار كده. ونزلت فيهم دي عود قرفة، وديت رشة جوز الطيب كده ببشرها، و7 بهارات. وملح وفلفل. اهم حاجة ملح وفلفل و7 بهارات او بهارات لحمة، ورشة قرفة. وتقلبي البهارات اللي عندك يعني يا قلبي حطيها، بس بهارات اللحمة بتبقى حلوة اوي، او 7 بهارات. وورق لورا طبعا. ودي صويا صوص بتخلي لونها حلو قوي، وبابريكا معلقتين كده بابريكا برضو بتغير لونها وتخلي لونها احمر كده وحلو. وبتقلبي بقى وتسيبيها بقى كده لما تاخد كده مع بعضها هي او البهارات شوية. بتكوني بقى مقطعة فلفل الوان اللي عندك، او ديت نص معلقة توم كده برضو. بتوسعي لها كده وتقلبيها مع اللحمة برضو بالثوم، بتبقى حلوة او مع اللحمة المفرومة مع التعصيج يعني، بيديها نكهة كده حلوة وطعم حلو. والملح بقى على حسب راحتك انت يعني، بس برضو ما تزوديش ملح عشان الحاجة ما تبقاش حادقة معاكي او. ودي مقطعين فلفل بقى الوان زي ما انتوا شايفين كده، وننزل بيه بقى ايه بعد اللحمه كده ما تكون خدت نص التسويه كده، عشان بتقلبي تقلبتين 3 اول ما بتحطي الفلفل وبتطفي على طول. برضو لو ما عندكيش الفلفل الالوان حطي الموجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه. بس الفلفل يعني بيبقى فيه غذا وحلو مع التعصيج يعني، وبيدي طعم حلو برضو للمكرونه او الجلاش. بعد كده بقى هنبدأ بالجلاش. معانا كده لفة جلاش هنفتحها، نفردها كده على الصينية ونغطيها عشان بتنشف. اهم حاجة تغطوا الجلاش عشان بينشف. وبعدين تجيب الصينية اللي انت هتعملي فيها وتدهنيها كده، تكوني مسيحة معلقتين زبدة. الجلاش بيبقى حلو قوي بالزبدة، اي نوع زبدة بقى عندك او سمنة بلدي يعني. وبتدهني الصينية كده دهنة حلوة من تحت، وبتاخدي بقى ورقة ورقة كده من الجلاش وبتفرديها في الصينية، وبتتني الاطراف كده من عادي يعني تبع الصينية اللي معاكي، بتتني بيها الاطراف ما بيحصلهاش اي حاجة. وبتدهني بقى ايه دهنة زبدة كده بين كل راق وراق. كل الحاجات ديت كنا مجهزينها بالليل يعني. بتوفر عليكي وقت ومجهود، وبتبقي تاني يوم قايمة يا دوب تسوي بقى كده على طول وتكملي. فأحسن ليكي يعني، بدل ما تضغطي نفسك يا قلبي كله في يوم واحد. دايما لما يبقى عندك عزومة وهتعملي كذا صنف، ابدأي كده، ابدأي من بالليل من قبلها بيوم يعني. لو وصلتوا معايا لهنا بقى يا حبايبي ما تنسوش اللايك، ويا ريت كده تشاركوا الفيديو مع حبايبكم، وتكتبوا كومنت حلو كده من قلبكم. وتصلوا على النبي بقى صلوا على النبي بقى يا حبايبي كده وانتوا بتشوفوا الفيديو.
هو ان دايما يعني بصي بنحط ورقة ونفردها وندهنها زبدة وورقة التانية، والزيادة بنتنيها لجوه كده عادي، ما بيحصلش لها اي حاجة. وادعوا بقى لطلبة الثانوية العامة، خلاص داخلين على امتحانات، ربنا يوفقهم يا رب كلهم، ويجعل تعبهم بفايدة كده ان شاء الله، ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه. طبقة، واهم حاجة ضغط الجلاش لانه ورقه بينشف خالص يعني. الهوا بينشف ورق الجلاش بسرعة قوي. تاخد ورقة بورقة وتدهنيها وتسويها كده الاطراف لجوه، وحتى لو متبهدلة ولا حاجة عادي، ما بيأثرش في الجلاش ولا اي حاجة. ربنا يا حبايبي يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب، ويصلح حالكم، وتعملوا احلى اكلات واحلى عزومات يا رب. كده خلاص. نص لفة الجلاش عملناها تحت، هي دايما بتبقى يا اما 12 يا اما 14، بتعملي 6 فوق و6 تحت، وتحط بقى كمية اللحمة اللي انت عايزاها في النص كده. احنا كنا معصجين اللحمة، بقى دلوقتي بننزل بكمية حلوة كده في الصينية، وما تخليهاش تروح عند الاطراف قوي عشان ما تتحرقش. ورشة جبنة موتزاريلا فوقها، او رشة جبنة موتزاريلا هي فوق اللحمة على طول، بتبقى سايحة كده ومخليها جوسي وجميلة. لو ما عندكش جبنة موتزاريلا برضو عادي، الجلاش بيتعمل من غيرها، مفيش اي مشكلة. وتبدأي تاني اللي انت عملتيه في الطبقة الاولى بتعمليه تاني برضو في الطبقة التانية. تحط زي ورقة وتدهني وتساوي الصينية كده على طول. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده على طول. حتى لو من غير عزومة ولا حاجة، الجلاش بيبقى جميل قوي يعني. لو حبيتي تغيري كده يوم وتعملي صينية جلاش كده على غدا، مع بطاطس، مع شوية مكرونة او اي حاجة، حلو برضو وجميل. مش شرط يعني يكون في عزومة عشان تعملي صينية جلاش. الجلاش حلو والناس كلها بتحبه، والاطفال. هو جميل في العزومات، وجميل برضو من غير العزومات يعني. عادي يعني. حاولوا كده يا حبايبي تغيروا، تعملوا حاجة حلوة كده للولاد، تغيير حلو. او برضو طبقة بطبقة كده وبنلف. معلش بقى الفيديو في الحتة ده طويل شوية، بس صورناه لكم كله بقى، كل الطبقات. هو كان المفروض يعني يصور نص الطبقة، نص كده بس هو الصور كله. وبتكملي بقى للاخر، ما تسرحوش. ركزوا في الفيديو بقى وما تسرحوش، وصلوا على النبي يعني، خدوا ثواب والدنيا معاكم ثواب كده بالصلاة على النبي كده ويا ريت تكتبوا لنا كده اي كلمة حلوة، ولو حد عايز وصفة جديدة ولا حاجة يكتبها لنا في التعليقات، واحنا هنعملها ان شاء الله. دي كانت اخر ورقة اهيت، ما ينفعش تتنيها، لازم تكوني مسوياها كده على قد الصينية بالظبط. وبتقطعيها بقى، تقطعيها كده نصين، وبعدين تقطعيها مكعبات على حسب ما انت عايزة يعني. وما تدهنهاش بقى اخر ورقة دي، ما بتدهنش زبدة ولا حاجة. وخلاص بقى هنلفها بالاسترتش وهنحطها في التلاجة، عشان احنا كده كنا بالليل. دلوقتي بقى هبدأ في الكفتة. معانا كيلو لحمة، وعليه بصلتين بس مصفيين من المية، وحزمة بقدونس متقطعة ناعم، ودي 3 4 معالق كده كزبرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة ملح، وبهارات كفتة، معلقة بهارات كفتة، و7 بهارات، وفلفل اسمر، ورشة كده صغيرة قرفة، ورشة جنزبيل بيخلي الكفتة حلوة قوي. بس هي دي البهارات اللي انا بحطها على الكفتة. ماشي، دي معلقة بابريكا عشان اللون، ومعلقة نشا برضو عشان تبقى ماسكة وحلوة. وتعجني بقى الكفتة، اهم حاجة في الكفتة تعجنيها كويس اوي لما تبقى متماسكة كده، والانسجة مع بعضها اتمسكت كده، علشان ما تفكش منك من على السيخ ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين برضو هغطيها كده بستريتش واحطها في التلاجة. كل دي بقى كان بالليل يعني، الليلة اللي قبل العزومة. واغطه بستريتش كده علشان الحاجة ما تلقطش من التلاجة. ولو ما فيش استريتش عادي برضو لبسها اكياس وغطاها كويس كده. بقى دلوقتي بقينا تاني يوم، بدأت اول حاجة باللحمة. حطيت حلة على النار، وفيها برضو معلقة سمنة بلدي، ولو في حتة دينة ولا حاجة كده نزلها مع السمنة. وبتنزلي بقى باللحمة كده، تنزليها كده تاخد تشويحة، بتبقى حلوة قوي يعني. احسن ما تغلي لها مية كده وتحطها فيها بكتير. اللحمة لما بتعملها بالطريقة دي
بجد يا حبايبي بتبقى حلوة قوي. اول ما تاخد لون بقى تقلبيها على على الوش التاني على طول. اول ما تاخد لون تقلبيها على الوش التاني، وتحط بقى البهارات بتاعتك، ورق اللورا وفلفل اسمر، وكبابة صيني وحبهان. بتشمي بقى ريحة اللحمة طالعة ما شاء الله عليها، والله مالية الدنيا كده وجميلة. يعني تشويح اللحمة كده احسن بكتير ما تغلي المية وتحط اللحمة فيها. خلاص كده هو او بحط البهارات اهون، فلفل، حط بقى بصلاية وطماطماية وتكوني بقى غالية المية، واول ما تنشف معاكي كده بتنزلي بقى بالمية المغلية وتهدي النار وتسيبها بقى تستوي براحتها خالص. دي بقى تبشري بقى جوزة الطيب، بشرة كده جوزة الطيب وكبابة صيني وبرضو عود قرفة يعني اللي عندك بقى يا حبيبتي، وحبهان اللي عندك بقى كده تحطها على اللحمة، وطماطماية بقى، ولو في جزر وجزراية، وتسيبها بقى كده في الحاجة ديت لما 10 دقايق كده اما تشرب خالص من الحاجة دي، وبعدين تكوني بقى غالية المية وتنزلي بقى بمية مغلية كده، وتسيبيها بقى تستوي على نار هادية عما تبقى تعملي بقية الحاجة. بتبقى حلوة قوي، والشوربة بتاعتها جميلة كده ومستوية. اي حاجة تسويها على نار هادية بتبقى حلوة قوي، احسن ما تعلي النار والحاجة ما تاخدش كده الطعم. خلاص نسيب بقى اللحمة كده تاخد مع بعضها، تعالوا بقى نسلق المكرونة. هنعمل مكرونة بشاميل، حلة على النار وحطيت فيها معلقتين ملح وسلقت المكرونة، متحطش فيها زيت. وتعالوا بقى نعمل البشاميل دي. يعني 4 معالق سمنة او زبدة، هتحط عليهم برضو 4 معالق دقيق، يعني كل معلقة سمنة او زبدة لها معلقة دقيق. اول ما الزبدة كده تسيح بتنزلي بالدقيق على طول وتقلبي كده لما ريحته تطلع كده وتحمص معاكي، تنزلي بقى باللبن على طول. اهو كده 4 معالق سمنة و4 معالق دقيق، وتقلبوهم كده على طول. ايدك فيهم علشان ما يتلسعش منك، ايدك فيها على طول كده دقيقتين 3 كده، اللي تشم الريحة كده طلعت حلوة الدقيق مع السمنة. تنزلي بقى باللبن، 2 كيلو لبن دول. الكمية ديت كنت غالية لها 2 كيلو لبن. وكده يعني تبصيها كده شوربة، عشان الشوربة بتخليها حلوة اوي، بتاخد طعم جميل اوي مع الشوربة يعني. خلاص بقى هننزل باللبن كده واحدة واحدة، ولا هيكلكع ولا حاجة خالص. اول ما تحطي ايد بتصب اللبن، وايد على طول في البشاميل كده ما شاء الله، لا ولا بيكلكع ولا اي حاجة، وبيبقى كريمي كده وجميل. دي بقى هو تبصية شوربة كده بتخلي طعم البشاميل جميل قوي. جربوه يا حبايبي بالطريقة دي بجد هيعجبكم قوي. ولازم طبعا تحط نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل وورقة لورا كده، وتسيبيه بقى على نار هادية خالص، وكل كده 5 دقيقتين 3 تقلبي بقى. تعالوا بقى نجهز البطاية. بصلاية كده متقطعة جوانح، وقرنين فلفل احمر واخضر كده، ونفركهم مع بعض كده بنص معلقة ملح ونص معلقة فلفل، ونتبل بهم بقى البطاية بتاعتنا الجميلة دي. و او بره بقى وجوه كده وتتبل البطاية بتبقى طعمها حلو قوي بجد. يمشوا بس معايا يا حبايبي بالطريقة دي، والله مهما كانت عندكم العزومة يعني بالترتيب دوت ان شاء الله هتعملي وهتخلصي بدري، وكمان هتقعدي وترتاحي شوية وتستقبلوا ضيوفك وكل حاجة. خلاص طبلنا البطاية اهوت وحشناها كده من جوه والحلة بقى على النار برضو. كل دي بعمله بسمنة بلدي، نص معلقة سمنة كده، وكنت سايبة معلقتين كده من الفلفل والبصل، بنزل بهم كده في الحلة، وباخد بتقلبتين كده ريحتهم بتلاقيها طلعت كده وجميلة قوي، مع برضو فص حبهان ومستكة. بجد الريحة بتبقى حلوة قوي. جربوا يا حبايبي كده بالطريقة ديت وقولوا لي ايه رأيكم، بجد ان شاء الله هيطلع معاكم حلو قوي. نقلب تقلبتين كده برضو لما ريحتهم تطلع كده، وننزل بقى بالبطاية ونغطي عليها بقى ونسيبها بقى برضو تستوي كده براحتها، ونقلبها برضو كده كل شوية كده من الجنب دي للجنب دي، وتسيبيها بقى بتستوي كده في البخار، بتبقى جميلة قوي.
ده البشاميل بتاعنا هو بدأ يتقل وبقى جميل اهو. خلاص كده وصل للقوام اللي احنا عايزينه، جميل جميل كده. والمكرونه سلقناها، نجهز بقى البيركس اللي احنا هنحط فيه. لازم كده ناخد كبشتين كده من البشاميل نحطهم على المكرونه ونقلبها عشان تفك كده، يعني نفككها كده وتبقى برضو طريه وحلوه. وكبشه كده نحطها في الصينيه او البايركس اللي انت هترص بيه، هتدخله الفرن. وتاخدي بقى كميه مكرونه كده تحت وتنزلي برضو عليها بكبشة بشاميل عشان تطلع معاكي كده جوس وجميلة. اهم حاجة كده يعني تكتري كده بشاميل في المكرونة. نحط بقى اللحمة، وبقى هنحط البشاميل فوق اللحمة. حطينا اهو كمية اللحمة اهوت حلوة كده عشان هنقدمها ان شاء الله زي ما هي كده، ويبقى شكلها حلو اوي على السفرة بجد. تعملي حاجة يا قلبي كده تشرفك قدام ضيوفك وتشرف جوزك كده ويفرح بيكي. انتوا كلكم شاطرين وعسل وبنوتات جميلة. اهو حطينا اهوت البشاميل على اللحمة، والجبنة بقى كمان بجد بتبقى تحفة جوسي بقى، ما اقولكيش بتبقى جوسي ازاي. اللي ياكلها من ايدك والله يعني بجد هيدعيلك وهيشكرك عليها قوي. وخلاص بقى طبقة المكرونة التانية بتبقى حاجة بقى رقيقة كده عشان احنا خلاص الصينية يعني اكتفت خلاص. بتحط طبقة المكرونة وبتغطيها بقى بالبشاميل اهو. ما شاء الله والله كانت جميلة اوي. جربوها يا حبايبي بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم وهتشرفكم خالص. وحتى لو اول مرة تعملها والله هتطلع معاكي مظبوطة 100%. كتروا البشاميل ما تخافيش، هو بيخليها جوسي وجميلة، ما بيعملش فيها اي حاجة. بتدخلها بقى على يعني الفرن كده على الشبكة في النص، وفرن هادي من تحت ويدوب كده يعني، لان كل حاجة بتبقى مستوية. اول ما تشوفي كده الحروف خدت لون بتطفي بقى من تحت وتولعي الشواية تحمري وشها بقى. ودي كانت اطباق كده كنت عاملاها معاها برضو زيادة، جميلة ما شاء الله عليها، كلها جوس وجميلة. والبطاية هي بتستوى برضو هي في البخار بتاعها، ما زودتهاش مية ولا حاجة. باخد كده من الصوص اللي هي منزلاه ديت واحط عليها كده بتستوى مع نفسها بتبقى جميلة اوي. خلاص بقى هنعمل البسلة دلوقتي. حلة على النار برضو فيها معلقة زبدة وقطعة دهنة كده، انزل فيها ببصلاية كده متقطعة ناعم، واقلبها تقلبتين. وفصين توم برضو، البسلة برضو يعني اي خضار كده احط معاه فصين توم بيبقى جميل اوي. فصين توم كده مع البصلاية ونقلبهم برضو تقلبتين كده مع بعض. وبعدين نكون مجهزين البسلة اهوت مغسولة وزي الفل هي والجزر، ننزل بقى بهم كده ونحط عليها بقى في الوقت ديت نص معلقة كزبرة ناشفة ونص معلقة سكر. وسيبها بقى يا قلبي كده تستوي مع بعضها، وتكوني مجهزة بقى الطماطم. اول ما تستوى كده تنزلي بقى عليها بالطماطم، تقلبيها بقى على طول يعني كل دقيقتين 3 برضو تشكشفي وتقلبي. وتنزلي بقى بكمية الطماطم وفلفل اسمر، نص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة سبع بهارات، وتقلبي بقى والملح بتاعك وتغطي بقى. خلاص بقى تعالوا نطلع الجلاش بقى. هنسوي الجلاش دلوقتي. احنا كنا عملناه بقى وقلناه في التلاجة من بالليل. معانا هنا مج لبن حليب يعني، وعليه نص معلقة بيكنج باودر، وبتقلبوهم كده في بعض وهتسقي بيهم بقى. انا كنا عملت صينيتين، لو هتعملي صينية واحدة يبقى نص مج هيقضي الصينية يا قلبي. بتصبي كده وبتقلبي الصينية كده شمال ويمين عشان تشرب الحليب كله. وتدخليه برضو الفرن في الشبكة في النص، ونار برضو وسط كده. واول ما ياخد لون برضو من الجوانب كده تطفي من تحت وتولعي الشواية يتحمر بقى. وخدوا بالك منه برضو لان ما بياخدش وقت، يعني الجلاش ما بياخدش وقت، عينك عليه كده على طول اول ما تولعي الشواية. ودي الكفتة بقى طلعناها صبحها اما الجلاش يتعمل. كنت انا صبعت الكفتة عشان ادخلها على طول بعد الجلاش. اهم حاجة يا حبايبي ترتبوا نفسكم كده وتبقى عارفين انت هتعملي ايه ورا ايه علشان ما تضيعيش وقت في الفاضي، وعلشان برضو ما تولعيش الفرن كذا مرة. يعني انت ولعت الفرن تبقى تجهزي كل حاجتك اللي هتتحط في الفرن، حاجة ورا حاجة كده على طول يا حبايبي. معانا هنا مسن سكاكين بصبع عليه، باخد كده قطعة اللحمة وادخلها في المسن، وصبع الكبير كده من فوق لتحت كده بيصبع كده عشان يدي الشكل الحلو ديا.
اهو عملتها معاكم كذا مرة. على طول كده يا حبايبي بيبقى معايا معلقتين زيت او مية البصل وعليهم بابريكا بدهن بيها ايدي كده علشان ما تلزقش فيها الكفتة. خلاص برضو الكفتة دخلتها الفرن وكانت طرية وجميلة اهي. بتدخلها برضو تحت الشواية على الشبكة في النص، ما تولعيش من تحت الشواية بس تاخد لون، وتقوم قلباها بتاخد لون تاني من الوش التاني، وولعتلها فحمية كده وضغطت عليها على طول. دلوقتي بقى اللحمة استوت، هنعمل لها بقى تتبيله حلوه قوي كانها مشويه بالظبط. يعني احنا سلقناها وخدنا الشوربه، وكمان هنعملها بالطريقه دي كانك انتي بالظبط شوياها. معلقتين زبادي وعليهم معلقه بهارات لحمه، نص معلقه كده بهارات لحمه او 7 بهارات، ونص معلقه ملح بس، وبتقلبهم كده مع بعضها. وبتجيب اللحمه بقى تحطها كده في الصوص دهون، وتحمريها بقى في حته دهنه كده، بجد بتبقى تحفه كده كأنك بالظبط شوياها. يعني تاكلي حتة لحمة كده طرية جدا طرية جدا وطعمها حلو قوي. بجد يا حبايبي جربوا اللحمة بالطريقة دي، تغيير كده وحاجة حلوة قوي بجد. واستفدت برضو من الشوربة وبتبقى حلوة اهو. معلقتين زيت وقطعت فيهم حتة دهنة كده عشان احمر اللحمة بقى. اول ما الدهنة تسيح شوية انزل بقى بحتة اللحمة كده في، بتخلي طعمها حلو قوي. مش يعني بجد ما بتبقى لحمة مش مسلوقة خالص، هي لحمة مشوية. يعني اي حد يدوقها عندك يقولك انت شوياها، مش انت سلقاها يعني. اهو يا حبايبي ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم كلكم. يا حبايبي بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان بجد تعبت فيه قوي. اعملوا له لايك وشاركوه، ولو أول مرة حد يشوف القناة ياريت يشرفني بالاشتراك في القناة والله، عشان القناة تكبر بيكم كده ومتحرمش منكم أبدا يا حبايبي. أحلى متابعين والله، كلكم على دماغي وكلكم حبايبي بجد، متحرمش منكم أبدا، ولا من دعمكم ليا ولا من كومنتاتكم الجميلة. بتشجعوني ان انا اكمل والله حبايبي كلكم بجد. حمرنا اللحمة اهيت، اول ما تاخد لون الوش دي بنقلبها على الوش التاني وخلاص. هي جميلة ما شاء الله، شكلها بجد بيغني يعني عن الكلام. شكلها حلو قوي وطعمها بيبقى اجمل. جربوها يا حبايبي والله بجد هتبقى حلوة قوي. وده الرز بسمتي بقى كنت عملته معاكم كذا مرة، وبجد الوقت كان معدتش قادرة فما صورتوش قوي يعني. وخلاص برضو دخلنا المكرونة، خدت الوش اهيت وطلع جوسي وجميلة اهي. بوريها لكم اهي. بجد كانت طرية قوي وحلوة قوي، بس يعني معرفتش اقطع منها قطع عشان انا كنت حابة اقدمها كده على السفرة زي ما هي. بس كانت جميلة قوي. والاطباق اللي كانت معاها هي كلها طالعة جميلة ما شاء الله عليها. والله بجد الحاجة كلها كانت جميلة أوي ما شاء الله وطالعة مظبوطة 100%. والحمد لله كمان خلصت بدري وقعدت شوية استنى الضيوف لغاية ما يجوا. جدعانوا بقى يا حبايبي، وكمان انتوا كمان تعملوا احلى عزومات كده وتشرفوا ازواجكم او تشرفوا بابا وماما. اهو المكرونة كانت كده خلاص، او الجلاش كمان خلاص اهو طلعناه بقى من الفرن. يعني لازم تعيد عليه تقطيع كده بعد ما يطلع من الفرن لازم تعيد عليه تقطيع. وهوريكم دلوقتي قطعة منه. بجد كان حلو قوي ومورق وجميل، والتسوية مظبوطة قوي من فوق ومن تحت. امشوا بس يا حبايبي على المقادير دي وبنفس الطريقة دي، والله ان شاء الله تعملوا احلى عزومات. او حتى لو حابة تعملي في بيتك كده يعني لجوزك وعيالك، وان شاء الله تعملي احلى حاجة. اهو شايفين مورق وجميل ازاي، والتسوية والله مظبوطة قوي من فوق ومن تحت، وكمية اللبن مظبوطة وكل حاجة مظبوطة.